أهلا يا رايق. من أخطر السفاحين اللي كانوا موجودين في العالم وهو جون وين جيس، والمعروف بالمهرج القاتل. الراجل ده كان بيحضر تجمعات وحفلات راقية جدا، وده بصفته المهرج بوجو، وده كان بيخليه يقرب أكتر من الأطفال. وبالرغم من إنه كان رجل أعمال كبير ومحترم في البلد وقتها، وكان محبوب من كل جيرانه، إلا إنه ارتكب جرائم كتير جدا واتقبض عليه في سنة 1986، وده كان بتهمة سرقة الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا. ووقتها اتحكم عليه ب10 سنين سجن، بس كانت تصرفاته جوه السجن كويسة جدا، وده خلاه يطلع بعد سنة ونص وقلله مدة الحكم. المشكلة بقى إنه بعد ما خرج رجع تاني للإدمان اللي كان فيه، واتقبض عليه تاني بتهمة إنه قتل 33 شاب وسرقهم. واتضح إن هو كان بيدفن الجثث ديت في حديقة منزله، وكان فيه اعتراف كامل ليه إن ضحاياه كانت شباب وأطفال، وكان بيستدرجهم